في الطريق الاعتيادي لازم تكون أمام قدمي بخطوتين أو ثلاث، يعني بمقدار 20 إلى 30 سنتيمتر، وتكون عكس حركة قدمي. يعني مو تحرك ويا قدمك سوا، لا، يمينا وشمالا، يعني بالجانبين اليمين والشمال، حتى تحسسك، حتى شنو؟ حتى تأمن لك خطواتك، تؤمن الخطوات، وتوضع بشكل عمودي مع بعض الميلان. أما في السلم فتوضع أمام القدم مباشرة حتى يعني تتحسس السلم نزولا، درجات السلم درجة نزولا وصعودا، تمام؟ فهذه يعني حتى بعض الناس يستخدموها على غير هدى، عشوائيا يحرك أمامه يضعها أو لا يحركها بشكل صحيح، وهذا يؤثر يعني قد يسقط طول العصا. القضية الأخرى الهامة زبدة موضوعنا هو القانون. يعني هاي الفقرات الخاصة بالأعصاب، ليش دائما نقول ان للكفيف خصوصية؟ ودائما اقول لكم هم ليش ما حاسين بخصوصيتنا؟ ليش؟ احنا حتى القائمين على احتياجاتنا يشعرون بخصوصيتنا، لابد ان نشعرهم نحن. وطبعا اوجه كلامي الى الاساتذه التربويين في معهد النور، الاساتذه الافاضل. طبعا معقل المكفوفين في العراق ومع بدايه اللبنه الاولى للمكفوفين في العراق هو معهد النور للمكفوفين. والان ولله الحمد، والان اقول بشيء اخر ان المعهد انتقل الى وزاره العمل هيئه حقوق ذوي الاعاقه، تمام؟ فاليوم انا حتى اوعي الهيئه ودائره الوزاره والهيئه ودائره ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عملي، والرئيس قبله، يعني هو يعتبر نفسه انه هو يعني اكيد انه اهل المسؤوليه وهو متصدي ولازم انت ما تتكلم معه بخصوص عمله، فانا لازم شنو؟ اسوي له مصادق عمليه. انه يا مدرس لا تدخل الفصل الا وبايدك العصا، الا وانت حامل العصا، والعصا تضرب فيها القلم، العصا البيضاء يعني، تمام؟ وكتاب الغيب، كتاب الغيب يعني في كل المواد، انت مدرس اجتماعيات تحمل معك كتاب الغيب، وتلزم الاداره ان تطالب دائره ذوي الاحتياجات والوزاره والهيئه بان تطبع كتبا خاصه بطريقه بريل في كل المناهج، يعني ماده الاجتماعيات لا تدرس شفهيا، التربيه الاسلاميه لا تدرس شفهيا. الشيء طبعا والكلام ياخذ بعض هذا ايضا ضروري. وهذا اليوم هو احنا عندنا يومين في السنه، يومان في السنه، اليوم الاول يوم العصا البيضاء، واليوم الثاني عفوا شوفوا الكتاب قالت بريل، انتم ما قلتوا اليوم العالمي للكفيف، يوم الكفيف العالمي اللي هو يوم ولادة لويس بريل، صح؟ فاحنا نستثمر هذين اليومين حتى نتكلم عن ماذا؟ عن خصوصية الكفيف. انت من يشوفك حامل العصا في الصف الطالب، لان انت هو الطالب احنا لازم نقبلنا حتى يتقبل العلم. الطالب لازم نقبلنا حتى يتقبل العلم، الطالب ما يحبك. انت استاذه ومعلمه، ناقبت روحه، اذا ستكون قدوة له. انت قدوة سيقلدك. وشبابنا بمن يتمثلون؟ شبابنا يتمثلون بشيخنا، أليس كذلك؟ فأنتم خير مثال إن شاء الله، أنك حامل العصا تشجع الطلبة وأولياء أمورهم على استخدامها، تسير بها في أروقة المعهد، حتى لو أنت يعني تبدل حافظ المكان. لكن أنت طبعا أنا من هذا المنطلق أشكر الأستاذ ضران قبل مشير البيت أنه يحمل العصا في حله وترحاله داخل المعهد
وخارجه. لماذا؟ حتى طبعا يحركوها بالشكل الصحيح حتى يشعر اولياء الامور باهميه العصا، وبالتالي يعلمنا اولادنا ويعلمون اولادهم على كيفيه استخدامها كما يفعل الاستاذ طلال، كما يفعل الاستاذ محمد ستار والاستاذ حامد وست ابتهال وست مثلى والجميع. حتى انا حينما كنت اداول كنت يعني مدرسة صف متوسط كنت أحمل العصا داخل عروقة المعهد وفي الساحة وأمام الطلبة. حتى في يوم من الأيام الأستاذ استشهد فيا قال لهم شوفوا أستاذتكم حاملة العصا بإيدها. أول مرة يعني برجع له خليه يحملها بإيده حتى على الأقل إنه يشير الحروق كثير. فالهيئة أنت راح تشوفك في جدار الدولة الإعدادية شوف كل مدرس عنده عصا، كل مدرس حامل كتاب بريل يدرس طلابه وطلابه ما عندهم بريل، درسه أعور، درسه أعرج. فهذا أنت راح تحسس يعني بالناس صار إلزاما علي أن أوفر هذه الأدوات. وحتى في الشارع العصا زي ما أنا طبعا استخدم تكسير الأجرة. الآن من الشرطة طبعا استخدم المصاري في حياتي حتى تكون تجربة وأدخل البنات من خلال التربويات إلى أن يحجون هذا الحب. لا تتعسى ما راح نقول وين قاعد أو الآن قاعد السيارة خليه تطبيق بلي أو تطبيق آخر ووصلت إلى حيث أريد من دون الاحتياج إلى آخر. وحتى إذا مثلا إذا أنتم مثلا عندكم معاملة أو شيء المبلغ اللي تعطيه لسائق السيارة حتى أو يجمع بالوقت تعطيه لأرحم. يعني اليوم الأخ أو الأم أو البنت أو الابن إذا تعطيه يروح وياه ليش يعطي للغريب؟ يعني هي الثروة 10,000 هي تعطي 25 حتى يبقى وياها. زين هاي 15,000 تعطيها الأهل هم يروحون وياك. صح لو لا؟ ما هي وعلى أتم وجه إن شاء الله على قدر استطاعتنا طبعا. كل يقول كلاما بحسبه بمقدار ما يعرف وبمقدار ما يفهم. والباقي على الله عز وجل وعليكم أنتم عمادنا، أنتم مثالنا، أنتم المعول عليكم كثير، أنتم مسؤوليتكم كبيرة. العيون علينا والمتربصون كثر. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يتفضل الأستاذ صباح الميامي رئيس المنظمة لإهدائكم الصديقة الوفية العصا البيضاء تحفيزا لكم على استخدامها في حلكم وترعاكم. والله دقيقة اللي عنده عصا فائضة يعني راح نوسع اسئلتكم ومعاناتكم، بس اللي يشوف نفسه عنده عصا يقدر يتركه في يوم اخر يا اصدقاء، واللي يحب يحتفظ بها كهدية من منظمة البصيرة فيستلمها ما عنده. بس دقيقة بس عمر بيقول